صلي على النبي يا عم اسامه، لو انت حديث التخرج او راح تستلم شغل جديد او هتبقى موظف جديد، يبقى الفيديو ده ليك. انا عايز اوصل لك كام معلومه كده تحطهم حلقه في ودنك. لو انت فاكر انك سبت الحياه الدراسيه ورايح للدلع والحياه تبقى مربى ومش هيبقى في ضغط والكلام ده كله، وكلها سنتين وتبقى مدير وتتجوز البنت اللي تحلم بيها ويجي لك عقد من النصر السعودي وتلعب جنب كريستيانو، انسى كل ده. محتاج اقول لك انك لازم تغطيها عشان تهدى كده وتركز وتفكر في الكلام اللي هقوله لك. بص، انت وانت رايح الشغل حط في دماغك ان اليهود لسه موجودين، وان الستات بس مش اللي بسرم، لا في رجاله بسرمين. فانت رايح الشغل لازم تبقى ليك وضعك. في شخصيات كده هتقابلها في الشغل، انا هحاول اقول لك منهم شخصيتين ونكمل بعد كده. اول شخصيه شخصيه اللي عامل نفسه طيب. اول ما تدخل تلاقي واحد ايه بيستقبلك، يقول لك تعالى خد المكتب اللي جنبي واقعد جنبي وما تقلقش، لو احتجت اي حاجه انا جنبك، ولو محتاج اي حاجه في الشغل انا ممكن اساعدك. والناس هنا نفسيتها مش حلوه، ما تتكلمش مع اي حد في اي حاجه، واوعى تحكي اسرارك لحد، بس احكيها لي انا. طب يعني انا هسيب الناس واحكي لك انت؟ ده اقسم بالله المناديل اللي في الحمام اهم منه. فانت ده تكرف له اول لما تخش تلاقي الشخص ده اكرف له، ده ابعد عنه، ده اكتر واحد ممكن يسوحك، وهتلاقيه العصفوره بتاعت الشركه وبيروح ينقل الكلام وبياخد منك الكلام. ممكن مثلا تشتم في المدير، تقول يا مدير، يقوم رايح قايل له، فانت تلاقي عندك خصم وتلاقي عندك حوارات والمدير بيعاملك وحش. فده خلي بالك منه. تاني شخصيه واهم شخصيه مدام ولاء. مدام ولاء دي شخصيه بتعمل كل حاجه في التليفون، هتحس انك واحد من عيلتها من كتر ما بتسمع المشاكل. بتعمل طريقه عمل مكرونه بشاميل وهي في الشغل، تكلم الشغاله تقول لها 1 2 3 ومعاها طول اليوم عشان تعمل صينيه مكرونه بشاميل. ودي ماشيه بمنطق هوم فروم ورك. عارف يعني ايه؟ لا يعني هوم فروم ورك يعني هي ما بتعملش حاجه في الشغل غير اللي هي مهتمه بعيالها وجوزها والمطبخ والغسيل والتنظيف، وتتخانق مع ده وده. مميزات مدام ولاء ايه بقى؟ الصوت العالي، الالفاظ البذيئه، احترامها لجوزها وابنائها وتربيتها لابنائها وجوزها. لان انا بسمع حاجات بتوصل لوداني قسما بالله، ده جوزها صعبان عليا والله، انا عايز اطبطب على جوزها. فدي برضو ابعد عنها، اوعى تيجي في مره تنفخ قدامها ولا تحس ان انت متضايق من اللي هي بتتكلم كتير في التليفون، لان هي عاده بتبقى شغاله تبع صاحب الشركه. فانت لو ضايقتها يبقى انت كده خسرت شغلك. فانا عايزك تركز وتوكل على الله وتبعد عن الناس وتركز في شغلك ومش توصل لحاجه.